الفعل يعني. سوف نتحدث عن المغرب بوصوله إلى النصف، وسوف نحلل وفق هذه النتيجة وهذه الطفرة، وسوف نقول بأن المغرب فيه كذا وكذا والمغاربة قاموا بكذا وكذا. يا عماد، عندما يعود المغرب من الأراضي القطرية، وعندما يعود المغرب إلى القارة الإفريقية، سوف لن تشاهد ما شاهدته في الدوحة، سوف تشاهد مغرب آخر. سوف يعاني المغرب في التفوق على قطر ب10 ثواني. هنا يا أخي يجب أن نتحدث على هذه المباراة ونقول كل هذه الأمور وفق ترتيب ومنطق معين. هناك قصامة ثم قصامة ثم قصامة ثم قصامة، وسوف لن أسكت إلى الغد ثم يأتي بالماضي. قبل ما تشوف الفيديو كنتمنى تشترك في القناة وتفعل الزر ديال الجرس، ما تنساش تشجعنا بلايك. شكرا لكم. السلام عليكم. قبل ما تشوفوا الفيديو هبطوا ديروا لنا واحد لايك وتعالوا تشوفوا الحسد والكراهيه اللي في الاشقاء ديالنا الجزائريين. اصدقاء ديالي، صدمه كبيره. اعلام الجزائري حلقه كومبلي. المغرب البرتغال شويه قلبوها للمغرب مشاكل. المغرب ان شاء الله من غيرجع لافريقيا والله ما غيغلبش الماتش. هاد الخمسه المباريات اللي ما تسجل عليه حتى شي هدف من اجل افريقيا ما غاديش يكونوا ان شاء الله. قسامه 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 كيهضروا غير قسامه. مرضوا هاد الناس بزاف، وهاد الحسد هذا اللي شفتوا في الاشقاء ديالنا في الجزائر لا حول ولا قوه الا بالله. حتى لان هاد الشيء اللي وصلوا للمغرب راه الجزائر مصدومه كلها. ثاني حاجه قال لك بانه غير تعلم من جمال بالماضي داك الشيء علاش طبق داك الشيء اللي قالوا جمال بالماضي ومشى طبقوه وهما وصلوا نصف النهائي. بغيت نفهم هاد الناس هادو مالهم، واش مرض عندهم شي مرض داخل سميتو المغرب؟ والله ما بغيت تفهم لي هاد القضيه هادي. قال لك ان شاء الله نرجع لافريقيا ما تشوفش هاد الانتصارات وهاد العالم. هنا كيبان لك بان الحقد ضارب الاشقاء ديالنا في الجزائر من الجدر. اصدقاء ديالي، كل ما كنطلب منكم ديروا لنا لايك اخوتي العزاز باش هذا الفيديو هذا يوصل لجميع المغاربه في جميع انحاء العالم، لان هاد الشيء راه بزاف. اصدقاء ديالي، ما غاديش نطول عليكم، دوزوا نشوفوا شنو قال الاعلام الكرغوري. نتوما شوفوا وحكموا ونتلاقاو في النهايه ديالو، وغادي نستنى التعليقات ديالكم. كيف تتطور كرة القدم هناك في السنغال وفي المغرب وحتى في غانا مثلا، وينعكس ذلك إيجابا على منتخباتها في المونديال. البعض يقول لك هل حققت تلك المنتخبات ألقابا عالمية لكي نتحدث عن هذا التطور؟ لكن الحقيقة تكمن في نقاط جوهرية. كل هذا ربما يطرحنا للتساؤل حول ماذا ضيعنا في طريقنا نحو تطوير هذا المنتخب. شوف عماد، أنا قلت لك في السابق علينا أن نتجنب، شوف معي، علينا أن نتجنب التحليل بردة الفعل. نحن سوف نسقط في هذا المستنقع بعد وصول المغرب إلى النصف. تخيل بعد فوز الجزائر يا عماد بالتاج الإفريقي في 2019، قم بجولة عبر كامل البلاطوهات العربية، سوف تجد الجزائر كانت دائما حاضرة كمحور نقاش، والكل كان يتحدث عن الجزائر بطريقة مثلى، ويقول لك الجزائريون والفيدرالية الجزائرية والسلطات الجزائرية والإعلام الجزائري والناخب الجزائري. كانت الجزائر في يعني بعد الفوز بالتاج الإفريقي كانت يعني موضع نقاش وتحليل العديد من البلاطوهات العربية والإعلام العربي، وكانت في قمة القمم كمثال حي يجب أن يقتدى به. اليوم نحن أيضا سوف نسقط في هذه ردة الفعل يعني. سوف نتحدث عن المغرب بوصوله إلى النصف، وسوف نحلل وفق هذه النتيجة وهذه الطفرة، وسوف نقول بأن المغرب فيه كذا وكذا والمغاربة قاموا بكذا وكذا. يا عماد، عندما يعود المغرب من الأراضي القطرية، وعندما يعود المغرب إلى القارة الإفريقية، سوف لن تشاهد ما شاهدته في الدوحة، سوف تشاهد مغرب آخر. سوف يعاني المغرب في التفوق على المنتخبات الإفريقية في أدغال إفريقيا. سوف لن يستطيع الركراكي أن يفوز ولا يسجل عليه في أدغال إفريقيا في 5 مباريات ب0 هدف. سوف يعاني الركراكي بتحضير زياش في الأراضي الإفريقية، وسوف لن يلعب زياش وحكيمي بنفس النهج وبنفس الجرينتا التي لعب بها في المونديال. تقصد أن المغرب ربما سيعاني أمام منتخب لا نتحدث عن المغرب كمغرب يا عماد.
شوف لا بعد وصوله للنصف النهائي، هل تعتقد أنه عند عودته لتصفية كأس إفريقيا مثلا هل سيعاني أمام منتخبات إفريقيا؟ سوف يعاني يا عماد، والايام بيننا ويعني احتفظ بهذا يعني في هذا المقطع من الفيديو، وسوف نعود بعد اذا كنا من الاحياء يعني طبعا سوف نعود واحدثك على المغرب عندما يعود الى ادغال افريقيا، سوف لن يقدم ذلك المستوى الذي نشاهده في المونديال. عندما تحدث بالماضي يا عماد، عندما تحدث وقال في بلاطو فرنسي باننا لو تاهلنا الى كاس العالم سوف اطمح الى الذهاب الى النصف، الركراكي يعني جسد مقولة بالماضي بوصوله إلى صحيح. تقنيين وهنا ومعنا تقنيين هنا في البلاطو يتحدثون عن يقولون يسهل عليك اللعب أمام منتخبات أوروبا في المونديال ويصعب عليك مواجهة هذا هو الذي أردت أن أقوله. عندما تتبارى مع الأوروبيين في مونديال في ملاعب قمة وفي ظروف يعني كروية محضة، لا حكم منحاز ولا أرضية ملعب يعني منهارة ولا منتخب يغلق عليك كل المنافذ بطريقة غير رياضية، ولا حرارة ولا رطوبة، تستطيع أن تلعب وتؤدي مباراة وفق التكتيك الذي تراه ووفق النهج الذي تراه. وأيضا يعني اللاعب الإفريقي عندما يذهب إلى المونديال يكون في قمة التركيز ويعطي كل ما لديه، عكس ما عندما يذهب إلى أدغال إفريقيا وكأنك تبعث به إلى الجحيم. لذلك يا عماد لا يجب أن نتوقف عند صنيع المغرب ونقول بأن المغرب وصلت وأن المغاربة قاموا لا لا لا، عندما تعود المغرب إلى أرض الواقع اللي هي إفريقيا سوف نحكم على المغرب يا عماد. إن شاء الله. فريد مطاوي، جابر نعمون، تابعت مونديال قطر الذي يشرف على النهاية، تابعت مشاركات المنتخبات الإفريقية عموما، ما الذي لاحظه جابر نعمون وشد انتباهك ووددت لو كان منتخب بلادك متأهل للمونديال كي ترى ما رأيته في منتخب يمثل إفريقيا؟ قبل أن أجيبك على سؤالك، لما يكون الصحفي والإعلامي متمكن كما الشيخ فريد يسرق لك أفكارك لأنه حتى ما كنت ستتحدث عنه ربما يسرق لك أفكارك التكتيكية، لأنه هو جاوب عليها بالطريقة تاعو، لكن أنا نحاول نجاوب عليها بالطريقة. دوك شفت لك أنا عندنا راح نتلاقاو في واحد النقطة. شوف المنتخبات الإفريقية والعربية المتأهلة للمونديال، التطور هذا الذي شهدته يعود إلى شيئين أو ثلاث أشياء. من بين هذه الأشياء هو اللاعب العربي واللاعب الإفريقي أصبح يحترف في الدوريات الأوروبية، وأصبح يحمل تلك العقلية الاحترافية الأوروبية، وهذاك ويتم إسقاطها على منتخباتهم. سي بور سا المنتخبات تاعهم تطورت. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، أوروبا استثمرت في إفريقيا، والدليل على ذلك مراكز التكوين التي تم إنشاؤها في مالي وكوت ديفوار وغيرها. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، لو هذا هو السؤال اللي عليه قلت لك هنا نتقاطع مع الشيخ فريد. لو خرج بن عيادة من التسلل ودار مصيدة التسلل، لو تكلم مبولحي مع اللاعبين وقال كلمة أنصور، لو تم ضغط موجه في التماس ولم تتم التمريرة العرضية إلى إيكامبي لما طرحت هذا السؤال. لو صفر قسامة لو صفر قسامة التسلل والخطأ الذي ارتكبه على مبولحي مدافع المنتخب الكاميروني، لما طرحت هذا السؤال وقلت الحلقة التي ضيعتها الجزائر، لأنه قبل تلك المباراة كنا الروبير، كنا المنتخب الذي لا ينهزم، صنفنا أحسن منتخب عربي وإفريقي. نوصل لك هنايا علاه دائما انا ندير المثال اللي هضره الشيخ بالماضي في الحوار الذي اجراه وفي لا كونفيرونس اللي اجراها، هضر واحد الكلام يفهموه غير الناس تاع كرة القدم. قال لهم ان بوت شوا بو شونجي كوا اون في، ما قالش بو شونجي اون بارتي ولا لا فيزيونومي دو ماتش. نو، ما قالش بو شونجي لا فيزيونومي دو ماتش، بو شونجي اون في. والدليل على ذلك انه في الحصه تاعك اليوم طرحت لنا سؤال غير الهدف هذاك، غير حياة كاملة. لأنه لو بن عيادة خرج من التسلل، لو كانت بريسينغ موجه ناحية اللي دار عملية التماس، لو بن سبعيني ما خرجش بطاقة حمراء في مباراة الذهاب وما لعبش عطال اريار غوش في مباراة الإياب،
الكل هذا لو قاسامة كان نزيه، تفاصيل. لو ربحنا الصراعات الثنائيه، انا هذه لي روبير هذو الصغار. لو تحدثنا اليوم المنتخب الجزائري كان من احسن المنتخبات الافريقيه ولم ينهزم 35 مباراه، وكانوا المصريين والتونسيين والمغربيين يضربوا بين المثال. واضح جابر نعمان. شوف جمله نسنسقها مصطفى، يعني الشيء اللي قاله جابر مع مليار بالمئة، فقط اختلف معه في شيء اخر. انا عندي اختلاف في ترتيب. نقطه. شوف هناك ترتيب في التحليل. جابر تكلم على كل شيء وهو محق في كل شيء، فقط يجب ان نوضع الاحكام والاطراف بالترتيب، يعني التسلسلي المنطقي. لو لم يكن قاسامة مجحف في حق الجزائر ويعني وصل يعني الى درجه يعني الغير عادله في تلك المباراه، ثم ياتي ما ذكره جابر. لانني استمع الكثير ويحاولون في الفتره الاخيره ان يقولون لك بان قاسامة يعني لديه جزء. لا يا اخي، قاسامة اقصى الجزائر بنسبه 70% و30% الذي يتحدث عليها جابر. لنكن صراحاء وجد منطقيين وعقلانيين في التحليل. قاسامة ثم قاسامة ثم قاسامة ثم قاسامة ثم بن عيادة ثم التسلل ثم قاسامة يا أخي. لكن فريد، انت وجابر نعمون راح نطرح عليكم سؤال مزدوج. مستوى المنتخب الوطني منذ مواجهة بوركينا فاسو تراجع كبير في المستوى. ربما أنا أتساءل اليوم، هل كان من بين الأسباب في إخفاق في الوصول إلى المونديال؟ لأنه منذ مواجهة بوركينا فاسو هناك في المغرب، جابر نعم ربما ستوافقني في هذا الطرح، أصبحنا كتاب مفتوح لجميع المنتخبات، لدرجة أنه تجي عندك الكاميرون هنا في بلدك تفوز عليك بثنائية. أنا أمنح قاسامة كثير من أحمل قاسامة الكثير من المسؤولية، وأحمل أيضا المنتخب الوطني بعض المسؤولية. شوف عماد، عندما تهدأ النفوس ونستطيع كجزائريين أن نلتف حول جزائريتنا، لدينا الكثير ما نقوله حول بالماضي وأخطاءه واختياراته وتراجع المستوى للمنتخب الوطني منذ مباراة بوركينا فاسو، والكثير من الأمور التي لا يختلف عليها أي يعني متابع لكرة القدم. لكن أن نحاول أن نضع قاسامة في زاوية صغيرة ونقول بأنه يتحمل جزء من، لا يا أخي. أنا قلت لك لما تهدأ النفوس ونستطيع أن نتناقش كجزائريين وليس كجزائريين ضد بالماضي وجزائريين مع بالماضي، لا، كجزائريين نتكلم حول المنتخب الوطني. نعم، هناك تراجع مستوى المنتخب الوطني منذ مباراة بوركينا فاسو. أي نعم، بالماضي لم يستطع أن يبعث التنافس بين يعني في بعض المناصب لبعض اللاعبين. نعم، هناك بعض اللاعبين ألفوا أن يأتوا إلى الجزائر كأساسيين من الوهلة الأولى. نعم، بالماضي استطاع أن يتراجع قليلا في الناحية الانضباطية. نعم، كل هذه الأمور نعترف بها كلنا، ولا داعي لأن نتزايد على بعضنا البعض يقول لك لا يا أخي. الكل يعترف بأن هناك أخطاء ارتكبها الناخب الوطني وتراجع المستوى، لكن أنا أتوقف عند المباراة الفاصلة التي كانت تفصلنا على قطر ب10 ثواني. هنا يا أخي يجب أن نتحدث على هذه المباراة ونقول كل هذه الأمور وفق ترتيب ومنطق معين. هناك قاسامة ثم قاسامة ثم قاسامة ثم قاسامة، وسوف لن أسكت إلى الغد ثم يأتي بالماضي. أصدقاء ديالي، لا حول ولا قوة إلا بالله. أهم حاجة بدي تكونوا استمتعتوا، عرفتوا، شفتوا قدام عينيكم، ما كنظلموا حد، ولكن الأشقاء ديالنا في الجزائر لا حول ولا قوة إلا بالله، الناس مرض، الناس معقدة من المغرب. أصدقاء ديالي، أهم حاجة عندي تكونوا استمتعتوا. الناس اللي مازال ما داروش لنا لايك ديروا لنا لايك، الناس اللي ما مشاركينش في القناة كنتمنى تشتركوا في القناة، تفعلوا الزر ديال الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. تهلاو لي فراسكم بزاف، موعدنا في فيديو قادم كيف العادة. كان معكم خوكم أنوار من قناتكم وقناتنا MR News. السلام عليكم.